السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. من زمان غايبة عنكم كتير، بقاله يجي اسبوع اهوت ولا اكتر. ما تنسوش ايه فيديوهات. فجالكوا بقى ايه فيديو جميل النهارده. هعمل لكم النهارده ايه بيتزا بطريقتي انا يعني ايه، وتشوفوا بقى طريقتي فيها. هي بيتزا اقتصادية على قد الايد يا جماعة. حاجات بسيطة يعني، مش حاجات ايه مكلفة كتير قوي يعني. الموجود عندنا عملنا بيه زي ما انتم شايفين. عملت حوالي كيلو ونص من الدقيق. هاعمل كيلو ونص من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من لبن بودر، كيسين خميرة فورية، ربع كوباية زيت، وزبدية بلدي، زبدية عادية بلدي يعني. طبعا لو انت مفيش عندك المكونات ديت مش مشكلة. لو مفيش عندك زبادي، مفيش عندك لبن بودر، ممكن تعملي تعجينة يعني هتعملي عجينة عادية. طبعا لو عندك زعتر ناشف، ممكن تحط شوية زعتر برضو في الدقيق، بتخلي طعم العجينة حلو. ما عندكيش مفيش مشكلة، اعملي زي ما انا عاملة بالظبط. انا ما كانش عندي طبعا، عملت بالايه، بتبقى حلوة برضو من غير حتى زعتر، بتبقى حلوة. بس في ناس بيحطوا فيها زعتر بيحبوها يعني. المهم هنعجن بقى العجين. احط ما انت شفت، حطيت على خميرة، احط معلقتين سكر، واحط ذرة يعني شوية ملح صغيرين وبس. الزيت بقى احطه في الاخر. هعجن الاول بميه طبعا دافيه. طبعا لو انت عايز تختبر الخميره بتاعتك، بتختبريها في شويه ميه دافيانين، وبتسيبيها شويه مع معلقتين سكر، وتسيبيها شويه لما تخمر معاكي. ان تلاقيها خمرت كده وعرت معاكي وبقى عملت فكاكيع، تعرف اللي هي كده ايه، الخميره بتاعتك حلوه. ما عملتش حاجه، تعرف اللي هي بارده ومش كويسه. طبعا أنا عارفه ان الخميره ديت حلوه، ان بستعملها كتير وبجيبها كتير، فعارفه ان النوعيه ديت حلوه. هي خميره فوريه دريم يا جماعه، بتبقى جميله. هي بصراحة أي حاجة تبع دريم بتبقى حلوة. زي ما انتم شايفين بقى، هعجن بمية دافية. طبعا لازم مية دافية عشان احنا في الجو برد. فهعجن طبعا، مش هحط كمية المية كلها مرة واحدة، بعمل شوية بشوية. بس أهم حاجة تكون مية دافية. طبعا لو انت عندك عجانة بتبقى أسهل بكتير طبعا، بس طبعا أنا ما عنديش، فبعجن بإيديا. هعجن بلف بس بالمعلقة، وبعد كده هعجن بإيديا زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعة أنا أول مرة أعمل معاكم بيتزا. دي بس يا جماعة اقتصادية على قد الإيد يعني، بالإمكانيات الموجودة. تقدر أي حد، أي ست بيت تعرف تعملها. أنا عاملة بالموجود. مش يعني إيه، حتى الجبن اللي فيها مش كتير يعني، عشان لما تشوفوا في الفيديو ما تقعدوش تقولوا بقى ده مفيش فيها جبن ومش عارف ايه. هي يا جماعة اسمها بيتزا ايه، اقتصادية على قد الإيد يعني. يعني الموجود عندنا في البيت بنحطه. أنا كان عندي شوية جبنة كده مبشورة، جبنة رومي مبشورة، عملتها واشتريت ايه كيس جبنة، كيس جبنة مشكلة، الحمد مشكلة، جبنة موزاريلا الحمد مشكلة يعني، رومي على موزاريلا. المهم، طبعا انتوا عارفين ان الحاجة بقت غالية النار، والأسعار بقت غالية، وكل حاجة بقت مكلفة. ما تيجي بتعملي حتى البيتزا مكلفة يعني. الله يكون في العون طبعا. الواحد ما عادش عارف اصلا يعمل اي حاجة، طبعا كل حاجة مكلفة جدا. حتى لو جيت تروحي تشتري كمان بيتزا من بره، بتبقى قد كده صغيرة، ويقولك ب200 و300 جنيه. احنا ممكن نجيب ب200 جنيه دول حاجات، ونعمل بدل الواحدة بدل الواحدة 3 و4 كمان. يعني عايزة اقولكم كيلو ونص من دي دول عملوا معايا حوالي 6 بيتزات. المهم يا جماعة، دي العجينة بقى بعد ما اتعجنت معانا خالص اهيت. هحط عليها بقى ايه، هحط طبعا عليها اللي طبعا بالزيت، شوية ربع كوباية زيت كنت قايله لكم عليهم. لفيت العجينة بيها. وهنا بقى حطيت عليها ايه على وشها عشان ما تخمر، كيس لبن قطعته وقمت حطها عليه، وهتغطيها بقى ايه لغايه ما تخمر معاكي خالص العجينه. جيت احط لها بقى العجينه تخمر، نعمل نجهز بقى ايه الحشوه بتاعه البيتزا. هعملها بقى ايه يا جماعه، انا هعملها بالفراخ. هعمل ايه يعني بالشاورمه الفراخ. يعني هعملها شاورما، بس طبعا مش هحط لها طماطم. لان طبعا هنحط صلصه في العجين، على العجينه، مش هحط طماطم الا ايه. يعني مش هحط طماطم زي ما بيجي نعمل شاورما كده. لا، انا هحط لها على الوش كده في الاخر خالص، وانا بقى ايه على وش العجينه بتاعه البيتزا يعني. طماطم ايه مكعبات صغيره. ايه، هعمل طريقه الشاورما العاديه بتاعتنا العاديه خالص اللي احنا بنعملها على طول. هنشوح الاول، تضمن الفراخ الاول تنزل ميتها، وبعدين لما تنشف نقوم ايه حاطين لها بقى البهارات والبصل والحاجات بتاعتها. طبعا إيه،
الوصفة دي كانت عايزة كمان ايه فلفل الوان بقى، يا سلام، بس طبعا ما كانش فيه فلفل الوان، ما كانش عندنا فلفل اخضر بس عملت بيه. عايز اقول لكم كمان ان اصلا البيتزا اتعملت فجأة كده، يعني ما كانش في نيتي ان انا اعمل بيتزا في اليوم دوت، اولادي حكموا عليا ان انا اعمل لهم بيتزا. كنا اصلا بالليل، يعني احنا كنا اصلا بالليل. دي بقى الصلصه بتاعت البيتزا يا جماعه، كان عندي شويه صلصه في الفريزر طلعتهم، حطيتهم على النار. حطيت عليهم بقى ايه ملح وفلفل وشطه وبابريكا. وعندي كان عندي شويه توم باودر. طبعا ما فيش عندي توم باودر، بس البودر مش مشكله طبعا، حط فلفل وشطه وخلاص. المهم دي بقى البصلة بعد ما المية نشفت من على الفراخ خالص. أهم حاجة يا جماعة لما تيجي تعملي الشاورما ما يكونش فيها أي مية نهائي، يعني تحطي الفراخ لما تنشف خالص من ميتها، وبعدين تبدأ تنزلي بقى بالبهارات بتاعتك والبصل بتاعك والفلفل والحاجات دي كلها. فطبعا الفراخ نشفت خالص معايا اهوت، حطيت ايه البصل قطعته شرايح زي ما انتم شايفين. نحط بقى البهارات بتاعتي بقى ايه بهارات عندك بقى بتحبيها موجودة عندك في البيت. ايه الموجود، انا مش بحدد لك اي بهارات، انا البهارات اللي عندي حطيتها. زي ايه بقى حطيته مثلا اقول لكم، حطيت ملح وفلفل وبهارات فراخ وبهارات كركم وكاري وجنزبيل وبابريكا وشويه قرفه صغيرين. بصوا الحاجات اللي هي اللي بحطها على طول دي. ما كانش عندي توم باودر وبصل باودر ما حطيتش طبعا، لو عندك حطي. زي ما انتم شايفين حطيت اهو البهارات، مكترش يعني بهارات، يعني حبه كده حبات كده من كل حاجه. وطبعا لو مش عندك في حاجات ناقصة عندك من البهارات ديتي مش مشكلة خالص. احنا عايزين يعني نطعم بس الفراخ شوية بحيث يبقى لها طعم حلو. وبعدين بقى ايه هنسيب بقى الحاجات دي كده لما تدبل معانا شوية، منسيبهاش بقى لما تدبل خالص. وبعدين ايه تحط لها الفلفل بتاعك، عندك بقى فلفل الوان حطي، عندك فلفل اخضر بس حطي الموجود. عايز اقول لكم دي بيتزا بتاعت نص ديل يعني دي فجأة جت على، يعني ديتي ايه بيتزا اللي بتيجي على فجأة، فاهمين؟ الأولاد نفسهم في بيتزا يا جماعة، أمي عاملين لنا بيتزا. عايز أقول لكم أنا أصلا في اليوم ده كنت بصراحة يعني كنت طبخة لهم، كنت طبخة مكرونة يعني أرجيح يعني من غير أي حاجة. فطبعا انتوا عارفين المكرونة بتجوع. فرجعوا بالليل قالوا لي يا ماما احنا عايزين حاجة بقى حلوة، بعد ما انت عملنا مكرونة بس كده اعملي لنا بقى حاجة حلوة. قوموا اعملي لنا بيتزا. فقمت بقى كان عندي دقيق، قمت بقى ايه عجن لهم بقى الدقيق ده. تيجي شوفوا العجينة بعد ما خمرت معانا ما شاء الله اهي. باخرج بقى منها بقى الهوا، بتك عليها عشان تخرج منها الهوا، وبعدين بقى الم العجينه وهقطعها بقى ايه لكذا قطعه. او عاملوا معايا 5 قطع، يعني كيلو ونص دقيق عاملوا معايا ايه 5، 3 هم و2، 5. 5 بيتزات يا جماعه من كيلو ونص دقيق ما شاء الله. هتروحوا تشتري البيتزا ديتي من بره، شوفي البيتزا بقت بكام دلوقتي. يعني عايز اقولك المقاس اللي قد ديت عامله 200 وشويه. يعني ده المقاس الصغير كمان. لا والله هي دي الكبيرة يا جماعة، ففي أصغر منها. لا دي الصغيرة، يعني شوف ده تقولك 300 وشوية. هعجن بقى العجينة اهو. جبت واحدة، عملت واحدة بقى ماشي معاكم، قلت بقى ما اعمل لكم واحدة ايه اصورها معاكم اهو. زي ما انتم شايفين اهوت ايه. هفرد العجينة، احط بقى شوية زيت في الصينية، حبة زيت صغيرة في الصينية، وابدأ بقى اجيب ايه قطعة منهم وايه وافردها ايه. انت ما تحط اصلا الزيت هتتفرد معاكي بسرعة. زي ما انتم شايفين اهوت هفرد بس العجينة على ايه بحيث ان انا اسويها كلها بالصينية. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اهم حاجة يكونوش ايه نحرم ولادنا من حاجة، ونعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها في البيت بدل ما يروحوا يجيبوها من بره. هنا بقى إيه فردت خلاص العجينة اهوت. جبت بقى الصلصة اللي قلت لكم عليها اهو، اعملها بقى بالفرشة. طبعا لو انتوا بتحبوا الزعتر في الصلصة ممكن تحطوا شوية زعتر في الصلصة بيبقى طعمها حلو. المهم هتفردي بقى الصلصة خالص على العجينة اهو. واحط بقى ايه بعد كده الشاورما. وبعدين كنت جايبه طبق زيتون مخلي كده. هحط بقى هحط اللهم صل على النبي الصلصه، وبعدين بعدين الشاورما الفراخ. وبعدين احط شويه جبن كده، واحط فلفل اخضر مقطعه برضو شرايح. هتشوفوا معايا هنعمله ازاي اهو. عملت الصلصه اهوت. هنزل بقى اهو بالشاورما. طبعا الشاورما يا جماعه يعني هم المفروض كانوا يعملوا
الفراخ دي كان المفروض تعمل صينيتين بالظبط بصراحة، فانا عملتهم على 3 صواني. قلت ايه، اعمل لهم 3 بالفراخ واعمل لهم واعمل 2 بالجبن. فايه يعني عارفين حاطين في كل واحدة كده ايه شوية، انت تطعم بس الصينية وتخليها ايه حلوة كده. زي ما قلت لكم الحاجات دي جت كده ايه فجأة، يعني ده سيدي فرخة يعني كتر خيره يعني. انا بصراحة وكان في طعمها على صينيتين، بس انا طمعت يعني عملتهم على 3 بصراحة. زي ما انتم شايفين يا جماعة. هو بقى ايه، دي جبنة الرومي المبشورة، احطها. طبعا كان نفسي قوي اجيب اللي هي الجبنة الحمد اللي بتبقى مشكلة دي، بتبقى حلوة طبعا، بس ما لقيتش يعني في المحل، فاضطريت بقى اللي احنا نعمل موزاريلا وبس وخلاص. كنا بالليل يعني وكنا متأخر طبعا، فما عرفناش ان احنا يعني نجيب حاجة تانية. كنت مقطعة بقى طماطم قطع كده مكعبات، احطها على الوش واحط زيت الزيتون، وبعدين بقى احط جبنة موزاريلا ايه في الاخر اهو. رص بقى الزيتون واحط بقى جبنة موزاريلا في الاخر اهو، على الوش بقى ايه في الاخر كده. طبعا إيه يا جماعة، يعني هي بيتزا ايه اقتصادية يا جماعة قد الايد، بنحط يعني ايه على قدنا يا جماعة، محناش مغرقينها جبن ولا حاجة عشان ما تقعدوش تقولوا ايه ده مفيش فيها جبن. ماشي، هي على قد الايد اهو. ده شكلها في الاخر خالص اهوت. هنحمل بقى ايه، هنحمرها احطها في طبعا ولعت الفرن من تحت وبرجع احطها ايه من فوق. زي ما انتم شايفين يا جماعه، دي شكلها هو بعد ما اتحمر. والله شكلها بصوا والله جميله جمال ملوش مثال يا جماعه. بصوا تحفه ما شاء الله اللهم بارك. وحلوه دي يعني عايزه اقول لكم ايه رايكم فيها، يعني مش دي بيتزا زي اللي بنجيبها من بره ولا لا؟ والله احسن من اللي بنجيبها من بره. بصوا طعمها والله كان جميل جدا، مش عايزه اقول لكم يعني لو كان في حاجه بتصور الطعم يعني مش عايزه اقول لك، مش عشان اللي عاملاها والله بجد يعني بجد كانت جميله. اول مره اصور معاكم يعني البيتزا وانا بعملها. ايه رايكم بقى؟ احسن يعني احلى بيتزا تاكليها من احلى يعني احسن ما تجيبها من ايه، اقول له اجدع مطعم ده ولا ايه؟ مش عارفه اقول لكم بجد. ايه رايكم بقى؟ استاهل كام لايك؟ عايزاكم بقى تكتبوا في الكومنتات بقى كومنت حلو كده تقولوا رايكم في البيتزا بتاعتي، ولايكات كتير يا جماعه. عايزاكم توصلوا الفيديو على اللايكات و... وعايزه كومنت حلو منكم كده. ولو انت وصلت لغايه الفيديو بقى متنسيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزه كومنت حلو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.